ونحن في طور دراسة هذه التعديلات والإضافات. أكو مناقلات، أكو إضافات أو خفض، هذا ضمن صلاحية مجلس النواب، وهناك إضافات لمواد ترتب عليها التزامات مالية، هذه بالتأكيد خارج الصلاحية وتحتاج أن ندرسها. إذا كانت مواد تخدم برنامجنا الحكومي، تساعد في تنفيذ رؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي، ماكو أي مانع نعتمدها نمضي بها. لكن إذا كانت هذه المواد تتعارض مع البرنامج الحكومي وتؤثر على خطة الإصلاح الاقتصادي، فلا مجال للمجاملة أو السكوت أبدا. هذه مسؤولية علينا أنه نكون واضحين أمام مجلس النواب الموقر وأمام الشعب. لا يمكن الاستمرار بالسياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة. اليوم حان الوقت أنه نصحح، أما نستمر ونجامل ونبحث قضايا انتخابية دعائية ونعوف المصلحة العامة للبلد، وهذا مو صحيح. هذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا.